مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الارتياحيه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اللجنه التنفيذيه للاتحاد الوطني للمراه تعقد اجتماع الدوري ال11. تطعيم اكثر من 750 الف مواطن ضد مرض السحائي في اقليم القاش بركه. غرس 962 ألف شجرة في الإقليم الجنوبي. الصين وروسيا تقترحان رفع بعض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق بتهمة الخيانة العظمى. قتلى في انفجار منجم بالصين. مرحبا بكم للعناوين إلى التفاصيل. عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في يومي 16 و17 من ديسمبر الجاري اجتماع الدوري ال11، وفي الاجتماع الذي شاركت فيه عضوات اللجنة التنفيذية القادمات من الداخل والخارج، قدمت فروع الأقاليم تقاريرها حول أنشطة الاتحاد المنفذة والإنجازات المحققة خلال عام 2019، والمتمثلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات، حيث تمت مناقشتها بتوسع. وذكر في الاجتماع بأن الاحتفال بالذكرى ال40 لتأسيس الاتحاد كان من ضمن البرامج المنفذة، وقدم فيه أيضا توضيحا مفصلا مصحوبا بالأرقام حول الجهود المبذولة لتعزيز وعي المرأة وتوسيع التنظيمات وتقويتها وتنمية الشابات ومدى فعاليتها، إضافة إلى حملات التوعية الجارية للحد من العادات الضارة والنتائج المحققة. وقدمت المشاركات بعد إجراء نقاش مستفيض حول التقارير المقدمة العديد من الآراء والأفكار البناءة التي تساعد في تنفيذ برامج عام 2020 بفعالية. وألقت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخ تسفى ميكائيل كلمة الختام، والتي أكدت فيها جاهزية المرأة للمساهمة في إحياء الاقتصاد الوطني بتقوية تعطيراتها ورفع قدرات العضوات من خلال تعزيز ورفع وعيهن بما يتماشى مع مرحلة السلام الجديدة. هذا ويضم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية حوالي 350 ألف عضو مسجلة. ذكر الاجتماع الذي عقد في مدينة بارونتو في 15 من ديسمبر الجاري حول تنفيذ برامج التطعيم ضد السحائي بأن العمل يجري لتطعيم أكثر من 750 ألف مواطن خلال أسبوعين في إقليم القاش بركة. وألقى مدير مكتب وزارة الصحة في إقليم القاش بركة الدكتور حيالوم كيداني كلمة أوضح فيها عن بذل جهود حثيثة للوقاية من مرض السحائي على مستوى العالم، حيث بدأ المواطنون والحكومة في الإقليم بالمساهمة في إنجاح حملة التطعيم الجارية في كافة أرجاء البلاد ابتداء من منتصف نوفمبر المنصرم. وأشار الدكتور حيالوم إلى تقديم فيتامين A للأطفال دون ال5 أعوام، إضافة إلى التطعيم ضد السحائي من عمر عام إلى 30 عاما، موضحا عن إنجاز العمل بفضل التنسيق الجيد للمؤسسات الصحية والمدارس ونقاط التطعيم المؤقتة وتجهيز الكادر الصحي والأدوية المتكاملة. وأوضح مسؤول وحدة الصحة الأهلية والأسرة في المكتب السيد برهاني أبرهة عن تنظيم البرنامج حسب انتشار رقعة الإقليم والموقع الجغرافي، ويتوقع اكتمال البرنامج في الوقت المحدد. ودعا السيد برهاني كافة المواطنين للذهاب إلى أقرب نقطة تطعيم لتطعيم أبنائهم انطلاقا من شعار الوقاية خير من العلاج. أشار سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي إلى غرس حوالي 962 ألف شجرة هذا العام بالعمل التنموي للطلاب والأفراد من جملة أكثر من 1.1 مليون شتلة تم تجهيزها في 9 مشاتل. وأوضح ممثل السلطة في الإقليم السيد جبر ميكائيل برهي في التقييم الذي جرى في 17 من الشهر الجاري بمدينة مندفرة عن نمو 76% من شتول الأشجار. من جانبه أوضح مسؤول مراقبة الثروة القابية والحياة البرية السيد جزائي يعقوب أن 52 من حراس الغابات يقومون بجهود قوية للحد من اقتلاع الأشجار في الإقليم الجنوبي، مشيرا إلى معاقبة مرتكبي القطع الجائر للأشجار ونقل الحطب والفحم بحوالي 826 ألف نقفة هذا العام. وأوصى الاجتماع بضرورة توفير الطاقة البديلة للحد من اقتلاع الأشجار وتشديد العقاب ضد المخالفين للقانون والمراسيم الحكومية بخصوص الأشجار وتكثيف أنشطة التوعية. ومن جهته أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتاب تسفاتسيون تعاون إدارته مع أعضاء حراسة الغابات والحياة البرية للحد من الاقتلاع الجائر للأشجار وتوسيع عمليات التشجير.
قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديريتي شامبقة ودقة بتأهيل الأسر المحتاجة بالماشية، فقد تم تأهيل الأسر البالغ عددها 16 أسرة، 8 في كل مديرية بالماعز والأقلام بقيمة 10,000 نقفة لكل أسرة. وأفاد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديريتين بأن الأسر التي تم تأهيلها من قبل أظهرت تحسنا ملحوظا في حياتها المعيشية. وأكدت الأسر الحاصلة على الدعم استعدادها لبذل المزيد من الجهود لإحداث تغيير في حياتها. قال الأستاذ جبر ميكائيل الأزار مسؤول التعليم في مديرية غرداد بأن جهود تحسين العملية التعليمية وحل النواقص وأوجه القصور بهدف رفع كفاءة الطلاب قد حققت نتائج مرضية، وأشار إلى انتفاء مشكلة هدر الوقت وتحسن اهتمام الطلاب بالدراسة بفضل الجهود المشتركة للمعلمين وأولياء الأمور، موضحا بأن نسبة النجاح التي كانت 20% في امتحانات الشهادة المتوسطة عام 2018 ارتفعت هذا العام إلى نسبة 79%، كما ارتفع عدد الطلاب بنسبة 10%. وأوضح أيضا بأن مبادرات تعليم الأطفال الذين لم يبدأوا التعليم في العمر المحدد ومحو أمية الكبار حققت نتائج مرضية، مشيرا إلى زيادة نقاط تعليم الكبار من 48 إلى 58 نقطة وفتح 10 نقاط لتعليم الأطفال ضمن برنامج عريوت. وأفاد الأستاذ جبر ميكائيل بوجود مدارس تدرس في الفصول المبنية من الأعشاب لعدم اكتمال تشييد مبانيها، مما يؤثر ذلك سلبا على العملية التعليمية ويحتاج للاهتمام المجتمعي والحكومي. هذا وتوجد في مديرية غرداد 7 رياض للأطفال و25 مدرسة ابتدائية و6 مدارس متوسطة وثانوية واحدة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قدمت الصين وروسيا مسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإلقاء بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بغرض تحسين حياة السكان المدنيين. كما ترحب المسودة التي اطلعت عليها رويترز بمواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على كل المستويات بهدف تأسيس علاقات جديدة بين البلدين وبناء الثقة المتبادلة والمشاركة في جهود إرساء سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة الكورية بأسلوب مرحلي ومتزامن. هذا وتحفي المسودة من عقوبات الأمم المتحدة مشروعات التعاون بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في مجالات السكك الحديدية والطرق. قضت محكمة في إسلام آباد بإعدام الجنرال برفيز مشرف ورئيس باكستان السابق، وصدر الحكم بعد إدانة مشرف أمام محكمة خاصة بالخيانة العظمى، وهي التهمة التي وجهت إليه في العام 2013. وقد استولى الجنرال مشرف على السلطة في باكستان في انقلاب عسكري عام 1999، وحكم البلاد في الفترة ما بين عام 2001 و2008. ويقيم مشرف حاليا في دبي بعد أن سمح له بمغادرة باكستان لتلقي العلاج الطبي في العام 2016. وترجع التهمة التي يدين بها مشرف إلى تعليقه الدستور في عام 2007 عندما فرض حالة الطوارئ في خطوة كانت تهدف إلى تمديد فترة حكمه. قتل 14 عاملا في انفجار منجم للفحم في جنوب غرب الصين، فيما لا يزال شخصان محاصران تحت الأرض وفق تصريحات السلطات. ووقع الحادث في ساعة مبكرة من يوم أمس الثلاثاء، وهو الأخير في سلسلة من حوادث المناجم في الصين. ولا يزال الشخصان محاصران تحت الأرض بعد الانفجار في منجم غوانغ لونغ بمقاطعة آن لونغ في إقليم غويتشو وفق تصريحات حكومة الإقليم. وتم إخراج 7 عمال بعد الحادث، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وفق السلطات المحلية. ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل 5 من عمال المناجم ومحاصرة 13 تحت الأرض عندما اجتاحت مياه الفيضانات منجما في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين. وكان مجلس الدولة الصيني قد أوعز بحملة خاصة على مسائل السلام المتعلقة بالإنتاج من أجل زيادة تحسين السلامة في مكان العمل وفق إفادات وسائل الإعلام الرسمية. قال صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة بوينغ ستوقف تصنيع وإنتاج طائرات ماكس 737 في شهر يناير المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما. وكان العملاق الأمريكي بوينغ يتوقع أن يستمر في تصنيع طائرات ماكس 373 الأكثر مبيعا حتى العام 2020.
ويأتي حظر تحليق هذه الطائرات بعد حادثتين قاتلتين في أندونيسيا وأثيوبيا، ومن المتوقع أن يؤثر تجميد الإنتاج من قبل أحد أكبر المصنعين الأمريكيين على الموردين وشركات الطيران والممولين في جميع أنحاء العالم، وكذلك على الاقتصاد الأمريكي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.